بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل المتبل البتنجان بطريقة خطيرة. انا شويته كده في الفرن علشان ما يبقاش ريحته مدخن. طبعا شوية البوتاجاز كويسة وكل حاجة، بس ممكن تدي ريحة سنة كده بتدخين في البتنجان. شوية الفرن ما يعلاش عليها، قشرته زي ما احنا شايفين. خلصت من القشر تماما، وهبتدي كده اقطع العنقودة اللي فوق دي وانزل بيها في الكبة كده. البتنجان ما شاء الله ابيض وزي الفل، عشان مختارينه صح. ننزل عليه بفصين توم مهروسين، والملح بتاعنا بالشطة، وكمان معلقة من الطحينة بيضة او حمراء المتوفر، وعصير ليمونة كبيرة، ومعلقة خل واحدة بتخلي البتنجان لونه فاتح وما بيتأكسدش. وكمان هنضيف ربع معلقة من الكمون وربع معلقة من الكزبرة، وهنضيف بس كده سنة من البابريكا بتخلي لون المتبل حلو. معلقتين من زيت الزيتون، ونخفق كده خفقة خفيفة للبتنجان بتاعنا. ما شاء الله اللهم بارك، لونه فاتح. هنبتدي بقى نفضيه في طبق التقديم زي ما احنا شايفين كده. الخلطة دي والتوابل دي بتخلي المتبل طعمه تحفة جدا. وهنبتدي بقى نظبطه بالمعلقة كده، ونعمل له تأثيرات كده بالمعلقة، علشان لما نضيف عليه زيت الزيتون يبقى شكله كويس جدا. هنبتدي بقى نجيب كمان رشة من زيت الزيتون على الوش كده، معلقة واحدة. وبعد كده هنجرنشه بورقتين من البقدونس او الكزبرة المتوفر. حاجة بسيطة كده عشان تديله شكل حلو يفتح النفس على الأكل. وكمان هنديله رشة خفيفة من البابريكا، بتخلي اللون بتاعه تحفة، وبتخلي الطبق شكله حلو كده ويفتح النفس معانا. بس رشة خفيفة كده على أطراف الطبق. وكده نبقى عملنا متبل البتنجان الخطير، طعمه تحفة جدا، من المقبلات الحلوة اللي بيتاكل جنب الأسماك والمشويات. جربوا المتبل بالطريقة دي هيعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا كومنت حلو زيكم، ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله.